السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا اقول لكم هنعمل النهارده البسبوسه ازاي. البنات الشطار اللي بيقولوا لي كذا مره البسبوسه بتطلع ناشفه او بتعزل الطبقه اللي فوق عن اللي تحت. لا، احنا هنعملها بس فيها كام تفصيله كده مهمه، لو مشيتي عليهم هتبقي احسن واحده تعمل بسبوسه. تمام كده. معانا المقادير بتاعتنا: كيس بسبوسه حلو الشام، واربع معالق هرمي كده سمنه. وطبعا السمنه نوع السمنه بيفرق جدا في الطعم، سمنه بلدي، زبده صفراء، او اي سمنه متاحه عندك. تمام. ومعايا هنا فنجان صغير بتاع القهوة لبن دافي، يكون اللبن دافي، ودي حاجة أساسية جدا. هنضرب المكونات اللي هي السايلة مع بعض، اللي هو اللبن والزبادي والسمنة، وهنضربهم كويس قوي لحد ما يبقى الخليط كريمي خالص وناعم جدا، بمضرب كهربائي، بمضرب السلك عادي، بايديكي. اهم حاجه انك تخلي كل الخليط دوت كريمي، ما فيهوش اي حاجات مخرزه كده خالص. تمام كده. لان احنا لما نضيف دلوقتي البسبوسه مش هنعجن. من العوامل الاساسيه في نجاح البسبوسه بتاعتنا ما بتعجنيش، بتلمي بايديكي بالراحه جدا العجينه علشان تطلع معاكي طريه ومش ناشفه. تمام. يبقى هنعمل ايه؟ هنحط بقى دلوقتي البسبوسه على الخليط الجميل ده، وعليها معلقه صغيره بيكنج باودر، معلقه صغيره بيكنج باودر. وهنروح متوهين بايدينا كده بالراحه خالص، او بالمضرب السلك برضو هنتوه كده بالراحه خالص العجينه كده والخليط وكله مع بعضه. وبعد كده هجيب معايا صينيه مقاس 26، لان كيس البسبوسه حلو الشام بياخد صينيه مقاس 26، اللي هي اصغر صينيه في طقم صواني البسبوسه او صواني البيتزا. اصغر صينيه فيهم بتبقى مقاسها 26. هندهنها فرشه سمنه، وهنفضي الخليط بتاعنا كله. بصوا الخليط بتاعي طري ازاي، ده المطلوب. وده برضو تاني حاجه في عوامل نجاح البسبوسه، ان الخليط بيبقى طري كده، ما بيبقاش يابس نهائي. الخليط لما بيبقى طري زي ما انتم شايفين كده بتطلع طريه معاكي وممتازه. تمام. ممكن تحطي كيسين البسبوسه في صينيه الاكبر من دي. المهم بنفضي الخليط بتاعنا، وطبعا بنوزعه ازاي بكل سهوله. ببل ايدي لبن وبوزع كده معايا بكل سهوله بالراحه، ما نستعجلش على الحاجه، ما نعجنش في البسبوسه كتير. نضرب المكونات السائله الاول مع بعض لحد ما تبقى كريمي. وبعد كده بروح موزعه بالراحه خالص زي ما انتم شايفين، وهز الصينيه بتاعتي شويه كده، او اخبطها على رخامه خبطه واتنين كده زي ما بنعمل في الكيكه بتاعتنا. بصوا شكل الصينيه دلوقتي عامل ازاي، وشوفوا شكلها بعد ما نهبدها على رخامه كده كام هبده كده، اهو زي ما انتم شايفين. انا هنا هزيتها بالشكل ده داير ما يدور كده، وخبطتها على الرخامه. طبعا بصوا في فرق هنا بقى، انت بتخلي المستوى كل واحد، مفيش حته عاليه وحته واطيه، بتطلع كلها بيرفكت، ما فيهاش اي غلطه. تمام. معلش انا نسيت اقول على مقدار الشربات بتاعي: كوبايه سكر وكوبايه ميه يغلوا على النار من غير ما اقلبهم نهائي. بعدها بخمس دقايق او 7 دقايق اضيف كيس فانيليا يغلي برده دقيقتين 3، هو بياخد تقريبا 10 دقايق. الشربات دي تالت حاجه اساسيه في البسبوسه، الشربات يبقى سخن. تالت حاجه تخلي البسبوسه ناجحه معانا، الشربات يبقى سخن. البسبوسه بتاعتي سخنه، هنسقيهم وهنغطيها بالصينيه، وممكن ندخلها الفرن اللي كان شغال بقى طبعا بعد ما قفلناه وعملنا فيه البسبوسه وهو سخن. فطبعا كل الكلام ده هيطلع لك بسبوسه تفتكر شكلها يبقى عامل ازاي. يعني عمرها لا تبقى عازله طبقه فوق عن اللي تحت، ولا تبقى ناشفه زي الطوب كده، ولا يبقى فيها اي غلطه. طالعه كريمي ملهاش حل. هنا في جزء انا سقيته بالشربات، وجزء تاني خليته الشربات بتاعه خفيف شويه، فحسيت ان هو دلع شويه فحطيت عليه شويه سكر بودره. المهم يعني دي افتكاسه يعني مني، ما فيهاش. ممكن تزيني بالطريقه اللي تعجبك، ممكن تحطي بقى نوتيلا، ممكن تحطي صوص شوكولاته، ممكن تحطي كراميل، ممكن تحطي مكسرات، ممكن تحطي قشطه، يعني كريم شانتيه، متاح معاكي كل حاجه. ممكن برضو تهدى كده وتحطي كريم كراميل وتسيبيها تبرد خالص وتاكليها خطيره بالكريم كراميل. احنا بنعمل الحشو بقى والتزيين والكلام دوت بتاعك انت، لعبي فيه زي ما انت عاوزه. كان عندي هنا شويه فستق مكسر مجروش كده، ورحت نازله بيه على البسبوسه بتاعتي وزوقتها كده. وجيت بقى للحظه القريبه لقلبي، اللي هو انا يعني بص ما كانش فيه صبر. البسبوسه من جمالها ومن طريانها ومن ريحتها اللي قلبة الدنيا، طبعا سمنه كويسه، معموله بطريقه كويسه. بصوا ريحه الحلويات في البيت، ونفسك انت بقى ست الكل بيخلي كل حاجه ملهاش حل. مفيش احسن ولا انضف ابدا من اكل البيت ومن حلويات البيت.
ومن كل حاجه تعمليها لاولادك بايديكي. يكفي ان انت عاملاها بايديكي اصلا، فتسلم ايدك في كل حال. ده شكل البسبوسه بتاعتي. عايزه اقول لكم والله العظيم عامله زي الكريمه، كريمه بتاكلي كريمه، مش بسبوسه ناشفه بقى ولا تلاقيها طوب ولا لا لا لا. هي بتتكلم عن نفسها. بصوا اللون الجراتاني اللي يجنن ده، شايفين؟ تحفه 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 بجد. جربوا البسبوسه دي وان شاء الله تعجبكم. وباذن الله باذن الله اشوفكم في فيديو جديد، ويا رب اكون خفيفه على قلبكم. ما تنسونيش في دعوه حلوه ولكم بالمثل طبعا، ونصلي كلنا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بنية كده ان ربنا يفرج همنا دايما احنا وجميع المسلمين في كل مكان. وما ننساش ندعي لاخواتنا في غزة وفي كل مكان، ويفك كرب كل متضايق. وان شاء الله تكون وصفتي عجبتكم، واشوفكم في فيديو جديد. بصوا يا جماعة البسبوسة بتتكلم عن نفسها. يلا قومي بقى خليكي شطورة، وبسطي جوزك واولادك، واعملي لهم صينية بسبوسة، وما تنسيش تمشي على كل التفاصيل.